السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتفرجت على جديد بين الاهلي وبيراميدز والزمالك، بس الزمالك طبعا بعيد شوية بعد فوز الاهلي على الحرس الحدود 5-0 وهزيمة البيراميدز، فالدوري كده بيدخل في مرحلة صعبة. طبعا بين بيراميدز والاهلي واحد بونت. مستنيين بقى الماتش الفاصل، ماتش القمة، ايه اللي هيتم فيه؟ هو ده اللي هيفصل وهو ده اللي هيحدد مين بطل الدوري. بيراميدز بيتغلب النهارده من فاركو 3-2. ماتش مش هو ده بيراميدز، مش هو ده المدرب. اداء كده الكابتن ممدوح عباس عايز يأجل ماتش مع بيراميدز، لا وهو واقع كده خده وتاخد منه الكاس. كل التوفيق طبعا. وشفنا احمد سيد زيزو طبعا في التدريبات. احمد سيد زيزو شفناه في التدريبات النهارده بيتدرب، لان خلاص بقى كان 3 انذارات ما راحش. المحامي حذره والنادي الاهلي حذروه، داخل على كده على وقف من 4 شهور ل6 شهور. فطبعا راح النهارده وحضر التدريبات وكان مبسوط مع بيسيريو كمان ومع كابتن احمد حمدي. كان في هزار بيناته هو واحمد حمدي، حتى الفيديو موجود على الصفحه على القناه. فطبعا بس الكابتن امين عمر في حاجه النهارده، حكم النهارده في حاجه. الكابتن امين عمر يعني لسه محكم من 72 ساعه الزمالك والمصري، والنهارده هو مفيش الا امين عمر لاهلي وزمالك. النهارده موجود للاهلي، والهدف اللي هو الاولاني ده تسلل. ده تسلل، راجعوه كده هتلاقوه تسلل. وفي شك في هدف حسين الشحات. يعني هدف حسين الشحات اللي هو الرابع في شك انه تسلل. ليه المخرج ما بيعيدش النقطه، من ما بيعيدش اللقطه، ما بيعيدش ليه نجيبها من زاويه واحده احنا بنسمع فيه كام كاميرا وكام زاويه وكام، ولا هو كلامه بس؟ كل التوفيق طبعا. خلاص بيراميدز عندها 47 نقطة، الأهلي 46، الزمالك 49 قبل ماتش البنك الأهلي. وماتش البنك الأهلي ده نقطة فاصلة، في لازم الماتش، لازم ال3 نقط. لأن أنت عندك داخل بقى على يوم 8، ويوم 8 القرار هيطلع إيه؟ ربنا يستر. ربنا يستر من القرار ده. كمان خلاص الأهلي بيفوض زين الدين بالعيد. خلاص زين الدين بالعيد على الأبواب. وكمان قلنا رامي ربيعة خلاص بيخلص في بيراميدز. كان ياسر وجددوا ياسر والشناوي. الاهلي بقى يستغنى بقى عن كريم فؤاد وعمرو السولية، وممكن عمر كمال لو جابها يمين. في كمان قفشه حسين الشحات. ففيه النجوم كده طالعه من الثلاجه وخارجه. كل التوفيق طبعا لبيراميدز، وكل التوفيق للزمالك، وكل التوفيق للاهلي في كاس العالم. بس طبعا بنشوف كمان زي ترندايه كده او تويتايه بينزلها الكابتن ممدوح عباس كل يوم. كل يوم هو مفيش الا إيه ده، هو دي اللي شغاله معاه. نروح فين نيجي منين؟ الكابتن ممدوح عباس هو اللي بيدير الموضوع، هو الكابتن ممدوح عباس. شكرا والسلام عليكم.